السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمية فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت خفيف وسهل في الخلاط، ويلا بينا نبتدي كده مع بعض ونعمله بسرعة. أنا معايا هنا شفشق الخلاط، هحط فيه المفروض إن أنا أحط بيضتين كبار. انا عندي بيض بلدي فمش كبير قوي زي البيض الاحمر والابيض، فحطيت 3 بيضات. هحط فانيليا، بكوين فانيليا، كوبايه الا ربع سكر، وهحط معاهم ذره ملح صغيره، وهحط معلقه بيكنج باودر كبيره. هنضرب كل ده في الخلاط ونرجع هنشوف بقى. هنا لو السكر ما دبش هنضربه تاني. هنا السكر دي هنحط عليهم كوبايه الا ربع زيت وهنضربه تاني كده اهو. اتضرب معانا. هنركن بقى ده على جنب ونجيب المواد الجافه. معايا هنا بقى بوله هحط فيها كوبايتين دقيق، المفروض كوبايتين وربع بس انا هحط كوبايتين بس، ونشوف لو عوزنا الربع هنحطه. تمام. هنحط عليهم نص كوبايه نشا، نص كوبايه نشا. هنقلبه بقى كده مع بعضه. هنحط بقى ايه عليهم الخليط. بسم الله. هنقلبه بقى كده. ندخلها كلها في بعض. نقلب كده. احنا عايزين بس ايه ندخل المكونات فيه. مش عايزين ان احنا نعجنه. تمام. ممكن كمان نحط له بشر برتقان. ممكن نحط له بشر برتقان، ممكن نحط له معلقه تانج مع الدقيق. تانج برتقان هيخليه بطعم البرتقان. كده انا حاسه ان هو عايز دقيق، هحط له دقيق. كده انا عجنتها وخلصتها اهي، بس اخدت مني حوالي كوبايه، يعني خدت مني حوالي كوبايه دقيق. تمام. انا جايبه هنا صاج عامله بورق زبده او ممكن تدهنيه زيت عادي مفيش مشكله. وهنعمل بقى البسكوت صغنن كده، بطاطشيه كده. تمام. شكلي بقى زي ما انت عايزه. ممكن نعمل كده اهو. اعمل كمان واحده. ممكن نعمل
غطا ازازه اهو. الشكل بقى اللي يعجبك اعمليه اهو. تحطي كده في الصاج. هكمل بقى الصاج ونرجع تاني. انا خلصتهم اهو. عملوا صاجين الا سطر اهو. ده صاج كامل وده صاج اهو. الحبه دول هحطهم بقى. انا مشغله الفرن من قبل ما اشكل، يعني اول ما ابتديت اشكل ورحت شغلت الفرن على درجه حراره متوسطه، واللي عنده بدرجه حراره رقميه اللي هو ال 170 و 180 يعملوا على 180. وهنحطه في الفرن في الوسط في النص يعني. تمام. هدخلهم الفرن ونرجع. كده احنا خلصنا البسكوت بتاعنا وده طلع. عملوا معايا حوالي 46 حبايه بالظبط. تمام اهو. شايفين 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 عامل ازاي مقرمش. يا رب جربوا بطريقتي وتطلع مظبوطه معاكم ان شاء الله واحسن ما انا عملت، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ان شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش اللايك. سلام.